تخيل انك سايق سيارتك مع عائلتك في رحلة عادية، طريق طويل، اطفالك نايمين ورا وزوجتك جنبك تتصفح بجوالها. تنحرف بسيارتك عن الطريق الرئيسي بسبب حادث بسيط او منعطف غريب، وفجأة من دون اي تفسير تلقى نفسك في بلدة صغيرة ما تعرفها. تحاول ترجع من نفس الطريق، مستحيل. تحاول تتصل باي احد، ما في تغطية. تحاول تمشي برا حدود البلدة على رجليك لساعات طويلة، فجأة تلقى نفسك راجع لنفس النقطة اللي بديت منها، كأن البلدة نفسها رافضة تخليك تطلع. هذا هو عالم مسلسل فروم. القاعدة الأولى: ما حد يطلع. المسلسل من إنتاج نفس الفريق التنفيذي لمسلسل لوست، يحل لغز بلدة كابوسية في وسط أمريكا تحاصر كل من يدخلها. الناس المحاصرون يحاولوا على شيء من الحياة الطبيعية ويدورون على طريقة للخروج، وهم بنفس الوقت يصارعون تهديدات الغابة اللي حولهم، بما فيها مخلوقات مرعبة تطلع وقت غروب الشمس. هذه هي الفكرة الأساسية، وهي فكرة بسيطة لكنها مرعبة بقد بساطتها، لأنها تلمس خوف إنساني عميق. وش راح يصير لو أنت ما قدرت ترحل أبدا؟ وش راح يصير لو كل قرار اتخذته، كل طريق تجربه، يرجعك بالضبط لنفس النقطة اللي كنت تحاول تهرب منها؟ والأسوأ من هذا كله، يوم تغرب الشمس الغابة تصحى، مخلوقات ما حد يفهم طبيعتها تطلع من الظلام وتطارد أي شخص تلقاه برا البيوت المحمية بطلاسم بدائية ما حد يعرف بالضبط ليش تنجح. بويد اللي جسد شخصيته هارود برينو، الشريف المتردد اللي يظل قلب المسلسل النابض، في الموسم الرابع قيادة بويد تنحط تحت الاختبار أكثر من أي وقت مضى، وهو شايل عبء أسرار البلدة الثقيلة. بويد ما عمره طلب إنه يكون قائد، هو رجل عادي لقى نفسه داخل كابوس، وقرر لأن ما حد غيره يقدر إنه يشيل مسؤولية الناس المحاصرين على أكتافه. وعبر 4 مواسم شفناه يتعب، يتألم، يشك، ومع ذلك يصر يكمل. فهالموسم الجرح في بويد ما عاد نفسه فقط، حتى جسمه نفسه بدأ يخونه. رجل يحاول يحافظ على بلدة كاملة من الانهيار، وهو بنفسه على وشك الانهيار. من أهم خيوط الموسم غير عن بويد هو الرجل ذو البدلة الصفراء، هذا اللغز اللي كل ما يكبر أكثر مما ينفهم. هذا كان غامض. اسمه الرجل ذو البدلة الصفراء اللي جسد دوره دوغلاس اي هيوز، كان خبيث عالي المستوى، ظهر لأول مرة في نهاية الموسم الثالث، وعلى عكس الوحوش العادية يبدو أكثر تنظيم وأكثر وعي. تخيل الفرق بين وحش يتحرك بالغريزة ووحش يخطط. هذا الفرق هو اللي يخلي هالكان أخطر من كل شيء شفناه في المسلسل إلى الآن، لأنه ما يهاجم فقط، هو يلعب، يستمتع وهو يراقب الناس يحاولون يفهمون قواعد لعبته، ثم يغير القواعد في آخر لحظة. واكتشفنا في هالموسم تفصيل مرعب: الرجل ذو البدلة الصفراء ما يقدر يتحول إلا لشخصيات ماتت في البلدة. هذا يعني أن صوفيا الأصلية اللي يتقمص هويتها حاليا كانت واحدة من سكان البلدة في وقت من الأوقات. وهذا التفصيل لحاله يفتح باب من الأسئلة: مين كانت صوفيا الحقيقية؟ كيف ماتت؟ وكم واحد من سكان البلدة الحالية شايل أسرار مشابهة؟ نعم، الحين نجي لصوفيا. صوفيا هي الشخصية اللي تنضم للطاقم في الموسم الرابع، تجسد شخصيتها جوليا دويل، بنت قس محمية وهشة، يعني بنت أب مسيحي. من المتوقع أن وصوله يسبب اضطراب في ديناميكية البلدة المستقرة، خصوصا فيما يتعلق بالعبء الروحي والأخلاقي اللي يشيله السكان. لكن الحقيقة المرعبة واللي اكتشفها المشاهدين مع تقدم الموسم أن صوفيا مو مثل ما تبدو، هي قناع ثاني يستخدم الرجل ذو البدلة الصفراء، يلبس عشان يتسلل بين الناس من دون ما يشكون فيه. الموسم الرابع يبدأ بعد ما أنجبت فاطمة طفلها سمايلي. هذا يعني أن أهل الليل في البلدة صاروا ما يموتون، وهي قدرة حصلوا عليها بعد التضحية بأطفالهم اللي تحولوا إلى هذول الأطفال الشبحيين اللي يظهرون في الغابة. هذا التفصيل لحاله يكشف عمق الفلسفة المظلمة لهالمسلسل. البلدة مبنية على دورات من التضحية، وكل دورة جديدة تحتاج ثمن جديد. والشخصيات الآن بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لقت خيط جديد للأمل: عظام الأطفال المفقودين المدفونة داخل الكهوف تحت الأرض قد تكون المفتاح للخروج. وفي خط فرعي ثاني ما يقل غرابة: جولي تكتشف أنها سافرت عبر الزمن للماضي في محاولة لإنقاذ جيم أبوها، لكن تابثة ما تأثرت بهالكشف أبدا، كانت لدرجة ما كانت تتجاهل هذا الشيء. هذا النوع من التعقيد اللي يميز فروم: خطوط زمنية متشابكة، وأسئلة فلسفية عن الإيمان والمصير، وشخصيات تحاول تتمسك بإنسانيتها وسط عالم يبدو أنه مصمم عشان يدمرهم.
والحين نوصل للحلقة اللي نزلت قبل أيام، الحلقة 9 من أصل 10 بعنوان الهدوء اللي قبل العاصفة، واللي انعرضت يوم 21 يونيو. والعنوان نفسه مثل ما لاحظ كثير من المتابعين يحمل سخرية مريرة، لأن الحلقة هذه مو هادئة أبدا. بينما تستعد بلدة فروم لاستخراج العظام، الرجل ذو البدلة الصفراء يتحول مرة ثانية لصوفيا ويبدأ يخرب الخطة من جديد. أول خطوة له يكشف نفسه لكلارا لتفعيل اتفاق سابق بينهم. تخيل هذا اتفاق سري بين طفلة في البلدة وبين أكبر تهديد فيها. ثقة استغلت بطريقة مرعبة. في نهاية الحلقة أليس يلقى صورة قديمة لصوفيا من دورة سابقة للبلدة، فتقوم بالتهديد. وصوفيا توعد كلارا بطريق للخروج إذا تعاونت معها، مما يحولها إلى جاسوسة في خطة صوفيا القادمة إنها تدمر البلدة بالكامل. الرجل ذو البدلة الصفراء يكشف عن إشارات مهمة في تفاعلاته خلال الحلقة، ويوحي أن السكان فعلا على الطريق الصحيح في بحثهم عن العظام. لكن بما أن البلدة مبنية على الطقوس، فالمهم مو فقط وش تسوي بل كيف تسويه. وهذه الجملة كيف تسويه مو فقط وش تسوي تعتبر مفتاح فلسفيا للمسلسل كله، لأن تعلمنا أن الحل الصحيح موجود، لكن الطريقة الغلط في تنفيذه قد تكون أسوأ من عدم المحاولة أساسا. بعد نقاش طويل، خطة استخراج العظام الأطفال من الأنفاق صارت جاهزة للتنفيذ. بويد يتقبل بالنهاية حقيقة أنه مهما خططوا ما كل الناس راح ينجون، وهذا قرار صعب، لكنه يتقبل أنه ما يقدر ينقذ الجميع. في مشهد مؤثر جدا، بويد يطلب من كيني أنه يبقى ورا بكرة تحسبا لأي خطأ، وأن دونا بتحتاج مساعدته في إدارة الأمور، ويتشاركون كأس هادي احتفالا بهذه اللحظة. هذا واحد من أكثر مشاهد الدفء الحقيقية في الحلقة، واللي يخلي أكثر تشاؤما بنفس الوقت. وفي خطة محورية، بدل من دخول عدة سكان إلى الأنفاق، فقط جيد وتابثة يدخلون. وتابثة تعتقد أن هذا هو القرار الصحيح بناء على الطقوس المرسومة على التميمة، واللي تفسرها على أنها تصور شخصين بالتحديد. وفي خط فرع موازي أكثر إنسانية وأقل رعبة لكن ما يقل ثقل، هنري ما زال يزور ذلك العالم الخيالي، وهالمرة نسخة الخيالية من فيكتور تقدر تجلس وتاكل برجر وبطاطس، بينما فيكتور الحقيقي يضغط عليه عشان يقطع ارتباطاته بهذا العالم الوهمي، بمعنى أنه يطلب منه يقتل النسخة الحقيقية من فيكتور. تخيل ثقل هالاختيار. رجل يعرض عليه عالم بديل، عالم مليان ورود ونسخة فيكتور الأفضل منه، فيه بنته ما زالت حية وولده ما تعرض للصدمة اللي هو تعرض له في العالم الثاني، وحتى حفيد ما كان له وجود من قبل. كل اللي عليه يسويه فقط عشان يبقى في هذا العالم إنه يقتل النسخة الحقيقية من ولده. وهذا السؤال، وش ممكن تضحي فيه مقابل وهم يشبه السعادة، يعتبر من أعمق الأسئلة اللي طرحها المسلسل في تاريخه. الحلقة انتهت من دون أي وفيات، لكن كل اللي صار فيها كان في استفزاز متعمد للكارثة اللي تنتظر سكان البلدة في الحلقة الأخيرة. وهذا يودينا للتوقعات اللي أنا في بالي للحلقة الأخيرة اللي بتنزل يوم الأحد. الحلقة 10 بعنوان إذا سقطت الشجرة في الغابة بتنعرض يوم 28 يونيو، يعني بعد أيام قليلة. والعنوان نفسه دليل قوي. الشجرة هنا تحمل دلالة مباشرة، شجرة الزجاجات من المتوقع أنها تقتلع من جذورها، وتحذير فيكتور من أن هذا الشيء بيزيد الأمور سوءا، يشير أن هذا المكان مهم قد يحرر الرعب في الحلقة الأخيرة من الموسم. وبناء على كل الخيوط المتراكمة، هذه توقعاتي. أولا، كلارا حتخون الخطة، لكن مو بسهولة. الاتفاق بينه وبين صوفيا أو الرجل ذو البدلة الصفراء بيتفاعل في أسوأ لحظة ممكنة، تحديدا وقت استخراج العظام أو اقتلاع الشجرة. لكن أتوقع أن كلارا بحكم أنها طفلة بتتردد أو تحاول تتحايل على الاتفاق بطريقتها الخاصة، وهذا بيخلق فوضى أكبر من اللي يتوقع الرجل ذو البدلة الصفراء نفسه. ثانيا، أليس في خطر حقيقي. بعد ما هددتها صوفيا بسبب الصورة اللي حصل عليها وهي صغيرة، مصيره يبدو مظلم جدا. أتوقع أنه راح يستخدم كورقة ضغط أو تتم التضحية فيه لإخفاء سر صوفيا الحقيقية. ثالثا، هنري بيواجه لحظته الحاسمة مع فيكتور. الضغط المتزايد عليه عشان يقطع ارتباطاته بفيكتور الوهمي يعني أننا بنشوف مواجهة مباشرة. أتوقع أنه هنري في لحظة ضعف إنسانية مؤثرة بيكاد يستسلم، لكن اللحظة الحقيقية مع فيكتور الحقيقي بتوقفه في آخر ثانية، وهذا خط مكتوب عشان يكسر القلب قبل ما يطمنه.
رابعا، جيد وتابثة بيواجهون كارثة داخل الأنفاق. مع كل الأسئلة المعلقة عن مصيرهم هناك والتهديد المستمر من المخلوقات الليلية، أتوقع أنهم بينجحون في استخراج العظام، لكن بثمن باهظ، واحتمال كبير أنه واحد منهم والأقرب تابثة بيتعرض لإصابة أو تحول جزئي يفتح باب جديد للموسم الخامس. وهذا يودينا للنقطة الأخيرة الخامسة، ما راح يكون في خروج كامل من البلدة. بما أن الموسم الخامس مؤكد كآخر موسم، من المتوقع يبدأ إنتاجه لا يعني السنة هذه بعدين، فهذا يعطيني انطباع أن الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع ما راح تحل اللغز، بالعكس راح تفتح باب أكبر وأخطر. أتوقع أن استخراج العظام بينجح جزئيا، لكنه بيكشف حقيقة أسوأ من المتوقع. يمكن أن العظام مو الحل، بل المفتاح لتحرير شيء أقدم وأخطر من الرجل ذو البدلة الصفراء نفسه. سادسا، موت متوقع لشخصية محورية. العنوان نفسه الهدوء اللي قبل العاصفة بيرجح لنا قدام حلقة أخيرة تشهد وفاة شخصية أو أكثر. والاسم الأقوى المرشح للخطر الحقيقي هو فاطمة. حالتها الصحية متدهورة بعد الولادة، والتلميحات السابقة بإمكانية تحولها إلى مخلوق تخلي أقرب لخسارة درامية تهز البلدة بأكملها. في النهاية، فروم مسلسل انبنى على فكرة واحدة عميقة: وإيش يصير للإنسان يوم يحرم من أبسط حقوقه، حق الرحيل. كل شخصية في هالبلدة، بوي، تابثة، جيد، هنري، تواجه نسخة مختلفة من نفس السؤال: كيف تكمل حياتك وانت تعرف انك محاصر؟ وبعد 4 مواسم من الانتظار، الحلقة الأخيرة الجاية ما راح تعطينا إجابات نهائية، لكن مثل ما يبدو راح تعطينا أكبر فاتورة دم دفعتها البلدة من بداية المسلسل. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب إذا وصلتوا لهذه اللحظة. شكرا لكم على المتابعة، نشوفكم على خير. السلام عليكم.